صينية كفتة بالبطاطس بقى حرفيا احلى من بتاعة المحلات بكتير قوي. ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في برنامج لقمة هنية. ان شاء الله النهاردة هنعمل صينية بطاطس كده باللحمة المفرومة، جميلة وسهلة وسريعة، وهنعملها في دقايق حرفيا. تابعوا معايا الوصفة. اول حاجة هنجيب نص كيلو من اللحمة المفرومة، وهنتبله الاول كويس قوي. هنحط ملح وفلفل اسود. ثانية واحدة اهو. هنحط اهو فلفل اسود، وهنحط بهارات مشكلة، وهنحط سر الوصفة بتاعنا ايه بقى. هنحط بيكنج باودر عشان تبقى نافشة كده معانا. هنحط شوية كده من الكيس اهو، هما اخر شوية هنحطه. وهنحط الملح، هنكتفي بمعلقة الملح دي. تمام. ومش هنحط بصل دلوقتي، هنحط البصل مع صينية البطاطس. وهنقلب كل ده في بعضه واجيلكوا تاني. طبعا مقطعين معانا اهو كمية من البطاطس، هنحطها هنا بقى في الصينية اهو. هنفردها بقى كده طبعا في الصينية كلها، وهنقطع عليها بصلاية. طبعا اهو قطعنا البصل، وهنتبله بقى دلوقتي كده بشوية بهارات اهو. وطبعا هننزل باللحمة عليهم. هنحط كده شوية بهارات، دي بهارات لحمة. وهنحط شوية ملح صغيرين قوي عشان احنا مش عايزينها تبقى حادقة، لان احنا حاطين كمان في اللحمة. ماشي. وهنكتفي بدول كده، وممكن شوية زيت صغيرين قوي. كده كده اصلا اللحمة هتنزل الدهون بتاعتها. هقلبها واجيلكم اهو. قلبناها كويس، حرفيا عايزة تتاكل كده من غير اي حاجة خالص. هعمل بقى معاكم اهو اللحمة دلوقتي. هعمل معاكم بس كده شوية صغيرين، وهكمل بقى انا الباقي اهو. بصوا اهو. استنوا هصغرها، هصغرها شوية. بصوا بنعملها كده بصوا اهو كده. وممكن بصوا احنا هنعمل واحدة كده ونحطها اهي. ماشي. وممكن نعمل واحدة على ظهر كمان معلقة، يعني استنوا ناخد اهو كمية كده ونحطها اهو. نحطها على المعلقة كده، ونفضل نعمل كده كأنها كفتة مشوية. بصوا اهو، كأنها كفتة مشوية. ونشيل برضو الزوايد. انا بقول لكم اكتر من طريقة اهو. بصوا من جوه تحسوها كأنها مشوية بالظبط. وطبعا هي اعملوا حسابكم ان هي هتخس معانا عشان الدهون اللي احنا حاطينها فيها. تمام. فيعني ايه، ما تخلوهاش لا صغيره قوي ولا كبيره قوي، خلوها ايه متوسطه. تمام. اهو بصوا حته كمان اهي. نعملها كده، ممكن نكورها برضو كده اهو. تمام. بصوا معانا اهو. ونحط كذلك برضو. بصوا الطريقه دي اسهل من التانية اهو. بصوا نقعد نعمل كده ونعمل كده واهو. ونحط في الصينية.
هكمل بقى انا كل ده عشان ما اطولش عليكم، وهجيب لكم في الاخر وهنحطها على النار ازاي وهنعمل كل ده ازاي. انتظروني. بصوا انا اهو خلصت الكمية كلها وعملتها اهي. بصوا تحفة، لوحة فنية، لوحة فنية. هنحطها بقى على النار ونسويها، وهنشوف بقى بعد ما تتسوى وتخلص كده تبقى عاملة ازاي. بصوا الجمال. بصوا اهي دلوقتي حطيناها على النار. بصوا عاملة ازاي. هي بتنزل بقى دلوقتي اهي المية بتاعتها. ممكن نحط عليه شوية مية صغيرين قوي قوي يعني. بصوا شوية صغيرين قوي كده. البصل بينزل المية بتاعته تمام، وهي كمان بتنزل الدهون اللي فيها، واحنا حاطين سنة زيت بسيطة قوي. هنغطيها بقى دلوقتي تمام عشان تستوي كويس، وكمان شوية كده، كمان 10 دقايق كده هنشوفها تاني هتتقلب او تكون استوت او كده. فهنستنى 10 دقايق وهنشوفها برضو. بصوا اهي هي كده لسه طبعا ما استوتش، فانا هغطي عليها كمان كده ربع ساعة ان شاء الله. نشوفها بقى كده، ندوق البطاطس الاول استوت ولا لا. بصوا اهي هي كده خلصت، استوت تماما. هحطها بقى دلوقتي على الشواية، دلوقتي تاخد بقى لون وهوريها لكم. بصوا اهي خلصت اهي. بصوا الجمال والحلاوة، بصوا جميلة ازاي. وهدوق معاكم دلوقتي. بصوا بقى، بصوا دايبة وزبدة ازاي، تحفة. هاتي كمان واحدة كفتة. بصوا قطعي، تحفة. بصوا عاملة ازاي، بس طبعا سخنة قوي. بصوا الكفتة عاملة ازاي، خطيرة 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 وجميلة قوي. بصوا استناكم بقى تجربوا الوصفة وتقولوا لي في الكومنت. اعملوا لايكات كتير واشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد، وفعلوا الجرس. يلا باي باي.